هنبدأ بسم الله، وفكرة سهلة وجميلة جدا جدا. هنعمل عباية شكلها في منتهى الرقة والشياكة من مجرد طرحتين ستان أو طرحتين يكونوا انتي مش محتاجاهم. أهم حاجة يبقى لونهم مناسب، يا إما لون واحد يا إما لونين يكونوا ماشيين مع بعض زي كده. أنا أخدتهم بالطول كده على بعض وثبت بدبابيس علشان دي ستان فهيتزحلق، فأنا ثبته بدبابيس الأول. قست طولي على العباية وضفت 4 صوابع كمان علشان حساب الخياطة، والزيادة دي هشيلها خالص. طبعا انا الجزء اللي انا شيلته زيادة ده اللي هعمل منه الاكمام. وخلي بالكم الطريقة دي ما فيهاش حردة كم وما فيهاش حردة رقبة، يعني حاجة سهلة جدا للناس اللي ما بيعرفوش في الخياطة خالص. شلت الجزئين الزيادة دول على جنب لحد ما اظبط العباية اللي انا عايزة اعملها. هنيجي من فوق كده، طبعا الجزء اللي انا قصيت منه ده هيبقى عند الديل. انا خدت الجزء اللي فوق اللي هو متسرفل ومتني جاهز اصلا في الطرحه، علشان انا مش هحرد ولا هقص. شايفين الجزء اللي في النص ده هيبقى الرقبه، والجزئين دول اللي هما الاكتاف. فانا هقفل الاكتاف بس، طبعا هنقيسهم على بعض وهنقيس وسع الرقبه اللي احنا عايزينها كوسع بس كده. وبعد كده هنقفل الباقي اللي انا بشاور عليه ده اللي هو الاكتاف. ولازم يكونوا الجزئين اللي انا هقفلهم من الاكتاف يبقوا قد بعض، عشان كده انا هطبقها على بعضها كده وهقيس او هحدد بدبوس وبعد كده هقفل. ده الجزء اللي انا محتاجة اقفله. حبيتي ان انتي تعمليه على ايدك لان مش اغلبنا عنده ماكينة خياطة، فممكن ان انتي تسرجيها على ايدك وتنزليها لاي حد من الناس اللي بيصلح هدوم يقفلها لك على المكنة ويسرفلها لك من جوه. مش هتبقى مكلفة خالص وهتبقى سهلة عليكي لان هي اصلا ما فيهاش تفاصيل كتير. حبيتي تعمليها بالخياطة بس كده غرزة ضيقة على ايدك هتبقى حلوة معاكي جدا على فكرة. كده كده احنا هنلبسها للبيت، يعني مش هنخرج بيها ومش هيبقى فيها هلك كتير. اهو انا قفلت الكتف اهو، شايفين متقفل ازاي؟ كده كده هي اصلا الطرحه متظبطه ومتقفله لوحدها. قفلت الكتفين وده طول العبايه كله. هعمل من اول الكتف كده حساب الكم، انا عايزاها كم واسع طبعا. دي المسافه اللي انا خدتها للكم كانت حوالي شبرين بايدي، انا كنت عايزه الكم يبقى واسع وده افضل واشيك. هقفل من اول ما انا سبت كده عند الوسع بتاع الكم، وهقفل الباقي كله للارض. يعني من اول فتحة حردة الابط كده، من اول تحت دراعك كده او تحت الصدر بالظبط لحد تحت. وسع الكم بيبقى لحد تحت الصدر بالظبط، لحد تحت خالص لحد ديل العباية. هقفل كله، وطبعا الجنبين بتوع الطرحة اصلا متنيين ومتظبطين، يعني لا هقص ولا هسرفل. هقفلها كلها لحد تحت. انا ماشية على الحرف بالظبط عشان انا عايزة استفيد بوسع الطرحة كله. تمام. هاجي عند الكم التاني برضو اخدت نفس المسافة اللي انا سبتها للكم، وهاجي من تحت الكم كده وهقفل برضو لديل العباية. انا ماشية معاكم الخطوات بالتفصيل الممل علشان اللي حابة تنفذ الفكرة تمشي مع الفيديو بالخطوات. قفلت الجنبين كده، انا قفلت العباية كلها اهو، فتحات الاكمام وفتحة من فوق دي بتاعة الرقبة، وكل العباية اتقفلت من الجناب. هشيلها على جنب وهجيب الجزئين بقى اللي انا كنت قصاهم زيادة اللي هعمل منهم الاكمام، هحطهم على بعض بالشكل ده وهطبقهم نصين كده وهقصهم نصين. ليه؟ لان انا عايزة يبقى الاكمام لون الاكمام مطابق للونين بتوع العباية، النبيتي ناحية النبيتي والفوشيا ناحية الفوشيا. ده لون عنابي كده قريب من النبيتي مش فوشيا قوي. اهو هقصهم بالظبط كده نصين، وهرجع اخيط الجزء النبيتي مع الفوشيا والعكس اهو. انا عايزه اخيطهم كده يبقى الكم برضو لونين زيه زي العبايه. طبعا لو انتي العبايه بتاعتك هتبقى طرحتين لون واحد فانتي مش محتاجه تعملي الخطوه دي، استخدمي القطع على بعضها اهو. بعد ما قفلته، انا ما قفلتش الكم من تحت، انا قافلاه من فوق كده بس من ناحيه الاكتاف. فهقول لكم ازاي هخيطه اهو. بصوا، ولا هتحردي الكم ولا اي حاجه خالص. العبايه دي هنعملها الكم الكيمونو الواسع، والله في اللبس في منتهى الشياكه، وواسع ومريح كده وحلو قوي. هاجي من ناحيه اللونين دول كده هثبتهم بس كده من فوق عند الكتف، هثبت بدبوس علشان
اللونين يبقوا مظبوطين مع بعض. وهخيط الجزء العنابي ده الفوشيا لوحده، وهخيط الجزء النبيتي ده برضو لوحده. انا جيت من النص هنا علشان بس اظبط اللونين مع بعض من عند الاكتاف. هظبط القماشتين على بعض علشان الستان بيتزحلق قوي. وطبعا لازم كل حاجة هتخيطيها ثبتيها افضل بدبابيس، واحنا بنخيط نشيل الدبابيس كده واحد واحد علشان تطلع معايا مظبوطة، ما بقاش تعبت على الفاضي. اي حاجة هتعمليها في الخياطة عايزة صبر. اهو بظبط القماش على بعضه وبقفل الكم كده. انا بقفل الكم على الحردة كلها، بس سايباه مفتوح من تحت كده. بصوا انا اصلا ما قفلتوش من تحت، هرجع اقفله من تحت عادي خالص اهو، عشان اعرف اركبه. سيبته مفتوح علشان اعرف اركبه وخيطه كويس كده. انا ركبت الكم كويس وقفلته. بصوا شكله واسع ازاي، على فكرة مش قصير خالص، ده جاي لحد المعصم بتاع الايد بالظبط. وهقول لكم كمان هطوله 2 سنتي ازاي. شايفين الكم التاني اهو، كل لون محطوط على اللون بتاعه، متخيط في اللون بتاعه عشان تبقى شكلها مظبوط معايا. كل ده طبعا هكويه وهفتح الخياطة كويس قوي وهتبقى في منتهى الجمال. اهو الكم بعد ما عدلتها، دي الطريقة اللي انا حبيت اطول بيها الكم 2 سنتي. جبت شريط ستان عريض اللي هو الوانه مناسبة قوي للالوان بتاعة العباية بتاعتي، وهخيطه على العدلة كده. احط الحرف على الحرف كده وهخيطه على العدلة بالظبط. مش قادرة اقول لكم اضاف للعباية ازاي، شكله في منتهى الجمال بجد والله. شكله حلو قوي في الحقيقة، وهو ستان اصلا زيه زي العباية ستان، فكان الفكرة خلت العباية كأنها جاهزة بالظبط. قفلته كده على بعضه. بصوا بقى شكل الكم بقى حلو ازاي. الوان الشريط الستان دي فيها نفس الوردات، نفس لون العباية، الوردات بتاعته نفس لون العباية. هنا بقى كنت بتني ديل العباية تانيتين رفيعين كده جوه بعض. طبعا انا كنت عامله حساب الخياطه دي زي ما قلت لكم في الاول، وانا بقيس طولي على الطرحه كده. انا خلصتها وتنيتها من تحت. هكويها بقى كويه حلوه كده، طبعا دي هتخلي الخياطه تتفرد معايا. بصوا اصلا شكلها بيتكلم لوحده. هوريها لكم طبعا في اللبس وكل لون هوريكم كل لون. الوش بتاع العنابي والوش بتاع النبيتي ده، بصوا الشكل خطير. مريحة في اللبس بطريقة، وشكلها حلو قوي. تنفع لمقابلات الضيوف جدا في رمضان وفي عزومات رمضان وفي غير رمضان كمان. انا عايزاكم بجد يعني تنفذوا الفكرة، واللي هتنفذ الفكرة تقول لي طلعت معاها ازاي في الكومنتات. وبحب تعليقاتكم قوي الايجابية، واستنوني في الافكار الجاية.